عليكم ومرحبا بكم عند الحكوات يا حياة في قصة جديدة تهبل ولا أروع. نصلي وقبل الحبيب المصطفى ونطلب منكم الدعم فضلا وليس أمرا، ونبدأ في القصة اللي تقول: واسمني تنهنان وحاليا مزوجة وراني في داري بعد تقريبا 9 سنين تاع عشرة، ولكن اليوم حبيت نحكي لكم وحبيت إنه نحكي لها الحياة باش تحكيها بصوتها الجميل وبطريقة سردها الممتعة. نشكرك بزاف تنهنان وتحكي يعني واش راح نقول لك بالديتاي، وطبعا للعلم كاين بزاف صراحة احنا نبدلهم باش نحترموا الخصوصية تاع العباد. حطوا روحتكم في بلاصة العباد عندكم. نبدا ندخل في التفاصيل الشخصيه تاعي. خصني قبل نحكي لكم شويه على دارنا ونحكي لكم شويه على الدار اللي تربيت فيها. كيما بزاف عباد راح يسمعوني دوكا. تربيت في واحد الدار يلي كل شيء فيها ممنوع، يلي كل شيء فيها ما يلزمش للطفله. صراحه الامر كان صعيب بزاف وسفريت بزاف، ولكن مع الوقت والفت صاي موليتش قادره نهضر، موليتش قادره نديفوندي على حقي ولا نقول علاش كيفاش. طفرت خوتي وانا كرهت الطرف صراحه. بعد ما وصلت للسيام حبسوني من القرايه، قالوا لي الطفله بلاصتها في الدار، وبحكم اصلا احنا كنا نسكنوا يعني في البلاد، ما كناش نسكنوا في مدينه وكامل. انا شديت الدار عادي جدا، كنت نطيب نورمال نتعلم على بالكم كيفاش، مره نطيبها مليح مره نخسر، ومع الوقت رفت الميتيه كما نقول لك تاع الطبخ، ووليت بمهاره عالميه الصراحه. وليت نعرف نطيب، وليت تاني لا تياب الدار وعلى بالكم كيفاش. وفي الوقت تاع الزيتون ماما كانت تخرج للزيتون، ولا في الوقت تاع عفسه كنكون بس كانوا عندنا فيرما هكا وين كنا نغرسوا فيها بزاف صوالح. ماما تروح كانت تخدم برا وتجي للدار تلقى الحاله كامل مخدومه لانني نخدمها. للعلم انا الطفله الصغيره بين البنات، عندي زوج خواتاتي بنات تزوجوا. الكبيره تزوجت في عمرها 16 عام، والدوزيام تزوجت توقع في عمرها 17 قريب 18 ولا عفسه هكا. ودوكا صراحه راهي تمشي لدالتي. المهم بدات اليامات تمر وبدات اليامات تفوت، وانا بحكم كبرت يعني بهذه ليدي في راسي درتها في راسي، قلت خلاص هذه هي يعني دوكا الوقت انه يجيني مكتوبي. سورتو كي بلغت يعني ولا في عمري 15 عام وكامل، كنت نروح للعراس، وكان عندي واحد السيشوا هكاك صغيره كنت جبت به شعري، والمكياج ما كانش عندي، ما كانش يشروا لي، بصح نحاول هكا كيما البنات ندير شويه شويه منها ومنها. ولكن مع الوقت كي كانت واحد الجاره هكا كانت تبيع هاد الصوالح، كون دائما نخبي دراهم، وربي يغفر لي كون دي فوا نسرق هكا، نسرق دراهم ونخبيهم باش نشري كشباطه تاع مكياج. وهالبنات حسنوا عوني نتوما ثاني كيف نخرج، كيفاش نروح للعرس هكا برك. وفعلا نجحت الخطه، يعني شريت واحد الباطه تاع المكياج كنت نخبيها. ويا كي نتذكر الباطه اللي كانت تدير كان زميل هذاك الوقت نشبع ضحك. وهذاك الغوج تاني، وش تاني يا ربي اللي شريت نسيت صوالح هكا المهم خفاف، ووحده كيما لابودره كيك نديروها فوق الفيزاج راكو عارفين كيفاش، باش وجهك يبدا يبريي. فرحت بهم للطرف، وعجبتني الحاله، وكنت نقول هيه انا دوكا كي نروح العيون كامل يكون عليا وكيما كان الحال. بحكم انا اصلا كنت بيضه، كنت شابه صغرونه كتكوته، الملامح تاعي كانوا شابين، عندي سناني معوجين كامل بصح نبغيهم. مع الوقت تعلمت نبغي روحي، يعني شعري ما كانش طويل بزاف، كان نوعا ما يعني نحاول انه كي نجبدو يبان طويل على بالكم كيفاش. المهم نلبسها كعفسه ونروح. ومن ناحيه الجسم فانا معمره شويه، مانيش شرقيقه وكامل، انا جايبه روحي وراكو عارفين دوكا ديتو نظر عليا. المهم قلت لكم بدات اليامات تمر وانا بتروح للعراس، اي وعده هكا ولا وليمه تكون غير ثم قدامنا قدام الدار، نروح ونبدا نقعد تما نشطح ونعاونهم في الشغل. المهم كاش وحده تشوف فيا هكا وتخطبني، يا ريت كانت فرحه بالنسبه ليا. نقول لكم صح، تما وين كنت انا ساكنه وحده ما كانت تقرا، يعني صغار هكا وين تشوف وحده راهي تقرا ما تكونش يعني من لافامي تاعنا ولا، وبيناتنا زعما هكا البنات وكامل كي نتلاقاو ونشوفوها نقولوا اي هذه واش راح دير بالقرا، يعني لانه تنمو دخلت لنا هذه ليدي في الراس. وطبعا هذه ليدي بزاف غلطه، واش ندير داروا لي غسيل ديما وراكو عارفين. المهم قلت لكم قعدت على هذه الحاله، وصراحه كانوا يخطبوني، كانوا يجوا يهضروا مع ماما يهضروا مع بابا، بصح كل مره واش يصرا دي فوا يقولوا برك هضروا بعد ما يجوش. ديما نسي نذكر مره واحد المخلوقه هكا كانت تما، يعني ماشي من البلاد ولكن هي من تم قصدي، ولكن تزوجت المدينه، قالت راح نجي انا وليدي وعجبتني وكامل. فينا ما جاتش، ما نكذبش عليكم حزنت بزاف، لانه برحت لكامل البنات بلي انا الاولى راح نتخطب وانا الاولى راح نروح لداري وسبقتكم، وراكوا عارفين هذوك هذاك التمهبيل قصدي كيفاش. كين يا سبحان الله، لانه صراحه غير ثم برك اللي كان كاتب لي ربي سبحانه ان راح نتزوج. بعدها بيامات كانت جت عمتي للدار، وكامل دارنا كانوا قاعدين عماتي وكامل بابا ثم، وقاعدين يهضروا، وكنت شعلت هكا الهضره كيما قلت الحماسيه بين ماما وعمتي.
عمتي. هنا أنا ما درتش ولا ما حطيتش بالي معاهم وكامل، لأنه كنت قاعدة ندير شغلي في الكوزينة. لكن مع العشية بعد ما راحوا كامل قالت لي ماما اسمعي، قالت لي كاينة وحدة تولي لافامي تاع راجل عمتك راهم يحوسوا على طفلة، وعمتك راهي حابة تبيعك يعني ليهم يجوا يشوفوك. أنا هنا قلت لها يعني مرحبا بيهم طبعا باينة، وطبعا ما كانش تاخذ في رايك، كانت غير تقول لي داكو هذه باينة. قالت راح نشوف باباك وكامل نشوف دوكا واش يقول لي. هنا تحمست صراحة، تحمست بزاف وقلت يا هذه عفسة شباب بزاف كيما يقول راح نتزوج وراح نكون دار، وسورتو كشو نروح نهبط المدينة وكامل. يعني صراحة داك الوقت كانت عفسة ماشي كامل البنات داروها، وساني تحمست قلت لكم. المهم بدات لي ما تمر كامل حتى هضرت ماما مع عمتي، وعمتي قالت لها مازال ما ردوليش بالخبر. ولكن بعدها عاودت عيطت عمتي هي الماما قالت لها وجدي روحك وجدي الدار راهم جايين. وكيما كان الحال ويا البنات على ذاك الحماس عندي انا نتزوج. المهم شريت ربا، شريت صوالح كي يليقولي، ووجدت روحي واتكلت على الله عز وجل. بعد ما وجدت الدار كامل راكو عارفين، وتحمست مليار. قلت غير هذه اللي تصرا دوكا يكون في داري الله الله مع راجلي. ولكن في نفس الوقت يعني كانت هكاك شغل تساؤلات قصدي في راسي، لانه السيد ما نعرفوش حتى اسمه ما قالوه ليش. ولكن قلت نورمال حتى ما موجودت بهذه الطريقه. الله غالب من كثر ما قعدت معاهم، ومن كثر ما داصرتهم، ومن كثر يعني ما قعدت غير في هذيك القوقعه، وليت نخمم كيما العباده دوك تاع الزمان هكاك. ماشي تقول الطفله اللي لازم تكون تقرا في الليسي ولا تطلع، ما كنتش نعرف هذه الامور. بالعكس دخلوا لي الفكره انه الطفله لازم بلاصتها في الدار، بلاصتها في الكوزينه. والطفله يعني قبل ما توصل 16 عام لازم تكون تعرف دير هذه. كانوا يقولوا لي في صوالح ماشي نورمال وكذب، وانا كنت نامنهم. انا كي كان في عمري 12 عام كنت نعرف نفتل الطعام، انت تعرفي يعني ايماجيني فو صوالح كيما هادو. حل توليت يعني انا اون كونكورونس، يعني في منافسه مع ذاتي باش نتعلم هاد الصوالح. ولا فيريتي ندمت، ودوك تعرفوا علاش ندمت. مو اكزاكتومون وين وصلتني هذه العقليه يا خوتي، وهذه العقليه تاع الزمان والعباد اللي كنت نقعد معاهم وكوني ما قريتش وين بدتني دوك تعرفوا. يملا علينا بعد ما جاو وكامل رحبنا بيهم صراحه، كان يبانوا ناس حطه لا فيريتي. وعجوزتي هذيك واش نحكي لكم تقول طفله صاحبه 20 عام، ولا نقول لكم تبان صغر مني، كانت لابسه الحطه لا طرف. والله يبارك عندها 5 بناتها، وعندها يعني وليدها لطفي اللي هو راجلي، وعندها ثاني عز الدين هذا وليدها مزوج وماشي عايش معاهم، ولا حسب واش فهمت راه عايش في ليترونجي ولا عفسه هكا. وهنا ماما ممكن كنت نفهم ندي استوعاب، يعني استوعب الحاجه اللي مستنيتني كونها عندها 5 بنات وكامل ماشي متزوجات وقعدت في الدار. المهم في الاول كانوا يهضروا بيان وكامل، وماما تحمست قالت لي عجوزتك هايله وتعرف تهضر وكامل. انا فرحت مادام قالوا لي عفسه كيما هذيك، انا حسبت لي صح. وين بعد ما قعدنا وكامل ما كاش عفسه واسمها نشوف الشرعيه هذه كامل نهائيا، يعني غير تفاهمنا وكامل وشافوني هما، وبعدها ناضوا راحوا وصغاري تركوا عارفين كيفاش. العشيه بدا في دارنا يعني مدولي دي لوسون دو مورال، سورتو عمتي. وكان لازم ثاني دوزيام فوا لازم نفيق باللي الحاجه وراني ماشيه ليها ماهيش هي كامل، ماهيش مليحه نهائيا، وماهيش تبشر بالخير. عمتي بدات تقولي لازم تشدي فمك، لازم تسمعي كلام عجوزتك، ولازم تسمعي كلام يعني تاع لواساتك. وبدات تحكي بواحد الطريقه اللي انا كشغل قلت علاش راهي تقول لي عفايس كيما هادو. واش قالت لي في ميسكم قدامهم كامل قدام بابا وماما، اذا منا ورايح صرا اي مشكل نعرف بنتي هي السبه. هنا انا بديت غير نشوف، لانه صراحه يا جماعه الخير باش تعرفوا عليا عفسه انا تنينان. والله يا جماعه غير انا انسانه عاقله، فمي ديما هكا ديما ساكت هكا، ديما كمشه فمي ما نطق ولا كلمه. اذا ما سقسيتينيش ولا كاش واحد ما سقسانيش ما نهضرش ما نجاوبش وما عندي ما نقول. وحتى البنات هكا بيناتنا نهضروا غير بلا عقل وبصوت منخفض جدا. عاد تقول لي كلمه كيما هذه كان لازم عليا نفهم. وعاد عفسه واحده اخرى لو كان جيت قافزه وفاهمه الدنيا صح هذاك الوقت. عمتي هذه كان عندها 3 بنات وماشي متزوجات، وصراحه كانوا كبار عليا في العمر. عاد لو كان دات العريس هذاك داتو لواحد من ولادها ولكن لصقتها ليا انا،
ياك بداتو ليا انا وقالت لها هايليك بنت خويا كاينه عفسه موراها ياك، بصح ما تخافوش ربي ما فيه غير الخير. جلست الخطوبه صراحه هما استعجلوا قالوا لنا نديروا العرس من على 4 شهور، وكيما كان الحال بدينا نوجدوا كامل. وهنا لا فيريتي ما اتفقناش على المهر، لانه صراحه راني نشوف بصوالح فري 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 ماشي نورمال. قالت لي نجيب لك ذهب تاع بنتي وبعد ترجعيه، ومن هنا ماما ما قبلتش. قالت واش معناتها هذه العفسه هذه؟ ولكن فينا في الاخر يعني بالسيف لا جابوا لي شويه ذهب. وما نكذبش عليكم يا البنات انا قلبي دار، ما عجبنيش الحال نهائيا، لانه جابوا لي ما كاش يعني خاتم وسنسله، هذا ما كان. وين قلت ويا نخرج هكا قدام البنات راح يضحكوا عليا، كيفاش ندير؟ فينالمون ماما قالت لي ماشي مشكل مدلك ذهبي، وكيفاش تمدي لي ذهبك وهما كيف ما يجيبوليش؟ يعني كاينه حاجه سافا با. وبابا ما هضرش وخوتي ما هضروش، تروحي في متاهه ولقيت روحي داخله في حيط تاع الصح. ما كنتش فاهمه اكزاكتومون بلي حيط، بصح قاعده نقول بلي هذا الزواج مبني على الاساس الصح، وراكو عارفين وراكو فاهمين تخبي الحاله كيفاش. بدات لي تمر، وبدات كيما يقولوا الاشهر تمر، وانا كنت نوجد كامل غير بالعقل. وصراحه بديت نشوف الصوالح ما يعجبوش من عندهم هما، كثر كثر وكثر ما كانش عاجبها الحال. وتقعد يعني وحده تقول شنو هذا وش راه صاير. لا فيريتي الحاله ما كانتش نورمال نهائيا، ما كانتش نورمال. جماعه واش ندير؟ لي ما نشتكي، شكون يدافع عليا؟ واش راح ندير؟ يعني ما كاين والو. المهم لا علينا، كملنا بعدها وصل العرس، وكيف صراو بزاف مشاكل، صوالح ماشي نورمال. ولكن الحمد لله نقول لكم فات، ما رانيش حابه نتعمق وما تعمقتليش لي انا في تفاصيل، لانه عفسه تخصني، عفسه خاصه لي انا. وكي نذكرها ما كذبش عليكم نبدا نبكي وندخل في حاله هستيريه ماشي مليحه كامل. ولكن فينالمون الحمد لله يعني رحت لداري قبل العرس اللي كانوا دايرين وثم في لاصال وكامل. الحاجه الاولى اللي ما قبلوليش نتصدر اكثر من 2 تصديرات، قالوا لي 2 وخلاص. ولي العلم يا خوتي عجوزتي تتصدر اقسم بالله غير تقول هي العروسه، وباش تخلعوا نتوما دايره كوب، دايره مشطه يعني شعرها، انا وما درتهاش، لانه شرطوا لي قالوا لي خصك ديري مشطه صغيره وما ديريش مشطه كبيره، قصدي يعني عفسه صغيره هكا برك السامبل. وفي الاول كامل قبل يعني ما يصير كامل الجدال هذا قالوا لي غير جبتي شعرك بالليسور، هذا ما كان. ايماجينيفو يما تخيلوا برك هذه الحاله هذه. وبعد ما ضربوا كامل ودخلوا يعني لافامي تاعي وكامل لافامي تاعو، وعمتي كانت تما حتى بلاصتها وكانت كي البا يموت وتقول خاطيني يا ودي جبدت روحها من كلش. وما نكذبش عليكم ثم في لاصال بعد ما شفتهم، وبعد ما شفت العباد كيف كانوا يشوفوا فيهم، وبعد ما شفت البنات كيفاش كانوا قاعدين يشوفوا فيا، هنا اللي عرفت، هنا اللي تاكدت بلي طحت في فم الغول. ولكن ما بقات عفسه بين يدي الا عفسه وحده ندعي فيه ربي يسترني، وهذا ما كان الحرس. والوقت انه نروح لداري، مش داري يعني وحدي طبعا راح نعيش معاهم، كان عندي شومبرا تما. المهم رحت انا ولطفي، وما نكذبش عليكم الصراحه من ناحيه راجلي لطفي الامور تمام اللهم لك الحمد والشكر، يعني متفاهم معايا وحنين وكامل. وللعلم هو يخدم طبيب ياك، عنده مستوى وخدمه مليحه الله يبارك. قلت لكم كان انسان بزاف متهلي فيا، وهذه العفسه اللي فرحتني لا فيريتي. قلت الحمد لله كاينه عفسه شابه في هذا المارياج، بصح ما كنتش عارفه بلي من غندواين من داك يعني المشاكل راح يبداو. ويا ربي يكون معايا، على بالكم غدوين من داك نورمالمون لا فامي تاع العروسه باردون يجوا على بالكم. نوت انا مع الصباح وكامل قلت ندير دوش وكامل. والله يا خوتي ما نحس الا ونلقى خوت راجلي زاد ماليه للشومبرا بواحد الطريقه، وانا تخلعت كي شفتها هكا قلت لها واش بيك واش راه صاير زينب؟ وين شافت فيا قالت لي واش بيا؟ نوضي حسبت لك عروسه دايما واقيل ياك مليون صايي، ما كاش هذه تاع عروسه جديده عندنا ولا عفساكه، نوضي طيبي. انا قلت راح نطيب باينه هذه بصح نغسل وجهي وكامل. يا البنات نقول لكم من صبحيه العروسه من صبحيتي بداو المشاكل، وهي ملي كتيري وانا منا قاعده نقول واش بيها هذه واش بيها. عياط اللي صراو ايماجينيفو هكا نظرت لي بواحد الطريقه راح يجي لك عند الباب لانه عرفها، وهي غير شفت راجلي عيطت واحد العيطه وقاعده تجري ماما دافع عليا
بنات قاعدة تعيط وتزقي تقول غول أقسم بالله. وبعد ما هبطت لتحت لأنه أنا البيتي كانت في دوزيام إيطاج، بعد ما هبطت لتحت وكامل قاعدة تعيط وتعيط وتبكي. أقسم بالله على بالكم كاين تشبيه كيفاش راهي تبكي، ولكن حشمت برك نشبه لكم فريمون، لأنه حاشا ولله ولا العظيم غير كارثة للطرف. وبعدها عجوزتي جات ليا وقاعدة تعيط قالت وراهي من نهارها الأول راهي تحرش في وليدي، راهي تحرش في وليدي على بناتي، وقاعدة تضرب في صدرها وتضرب. انا هنا عرفت بلي صايب، عرفت بلي لا اله الا الله محمد رسول الله كش ما صرا ولا. انا هنا جيت انا فاهمه نقول يما ما درت والو، هي اللي صدمت. راجلي واش دار؟ طبعني هكا ماشي طبعني مليح ولا، قال لي دخلي يعني، قال لي هكا، قال لي تنين ندخلي، هو كان يعيط لي تينا اون فيت، قال لي تينا دخلي وطبع الباب وغلقها وهو قاعد يضارب معاهم. المهم انا قعدت في الشومبرا، شوفوا ما قدرت نبكي، ما قدرت نطيح دمعه، ما قدرت ندير والو، جيتي شوكي، جيتي سوزان شوك فريمون، كنت في واحد الشوك لا يرثى له، قدرت ندير والو تاع الصح. قعدت في الشومبرا هكا مشوكيه. بعدها تخرج لي وكامل وشافني هكاك، جا قال لي ما تخافيش راني معاك، قال لي ما تريبوندي لهمش، هم ينبحوا حتى يشبعوا بعد يسكتوا. وين هنا شفت فيه قلت له سافا با بصح. وين هنا قال لي ما تخافيش مسح لك على راسي، بس لك راسي، قال لي شوفي روحي دوكا اغسلي وجهك، لانه تما كانت عندي اون سال دو بان لاصقه مع الشومبر تاعي. قال لي روحي اغسلي وجهك وكامل. وانا كيما كان الحال دخلت غسلت وجهي، راكم عارفين لبست روبا نورمال وشعري يعني بالكم من الخلعه ما درت ني ماكياج، ما جبت شعري، ما درت والو، شعري خليته هكا كومبليس شغل تلمون بارع يعني، هو قبل درتو دي سوان وكامل كان قاعده هكاك مليح، بصح كنت قادره ندير عفسه ما درت والو، قاعده غير هكا مشوكيه وقاعده نترعد البنات والله غير نترعد. تقريبا هكاك نقول لكم بساعه ونص ساعتين وصلوا مواليا، وبداو لي صونات برا وكامل، وانا سمعت صوت خويا وعرفت بلي خويا اللي كان تما اللي جاي وكامل، خويا نبيل. المهم لا علينا، انا هنا فرحت، قلت واقيلك شغل دوكا كي يشوفوك كش عفسه ولا يقدروا يهضروا معاهم ولا حاجه هكا. ولكن هنا الامر يعني فريمون ما حسيتلوش للطرف. اول عفسه عجوزتي ما بغاش تخرج لهم، ولكن هذيك الزينب يعني اخت راجلي ضربت معايا، قاعده تسلم وتعنى كانه شيء لم يكن. ما شفت انواع العباد بصح كيما هذو ما كاش، من كثر الشوك يعني انا غير سكت، ما فاقت وعرفت قلت لك ما كاين، ولكن انا سكت ما قلت والو، سكت برك وما عندي ما ندير وما عندي ما نحكي صراحه، خلاص كما يقولوا كل شيء كمل. المهم لا علينا، فات هذاك النهار ما نقول لكم فات بخير، نقول لكم الحمد لله على كل حال. وبدا الروتين تاع الايام الجديد اللي يجوز عليا انا تينا في هذيك الدار. لكم يا البنات ربي بعد عليكم البلا كيما هادو، على بالك سي فرصه دوك البنات فهمتهم اللي يقول لك نشرد داري وحدي ولازم نشوفوا انه عنده قادر وبزاف صوالح، وسقسي على مواليه قبل ما تسقسي على السيد تاني، راهي عفسه ضروريه. بدات لي ما تمر ولقيت روحي يا جماعه الخير بونيشه في هذيك الدار، بونيشه ايوه. راكم تشوفوا كامل البنات هادوك واحده منهم ما تخدم، مرهم قريات ما يخدموا ما والو، كيفه. وتخيلوا يشبعوني معاير واحد الكلمات فريمون كارثه عظمى. وحتى وصلوا يقولوا لي بلي جبنك باطل وحتى المهر وما شرطتيهش، لانه هنا يعني عاود وليت، ولا قصدي هما اللي عاودوا رجعوا لي نهار اللي تفهموا فيه على المهر وكامل. بابا هو اللي شرط لي غير لهنا، في الوقت اللي الناس يشرطوا فيه ذهب والسكنه وحده لبنتهم ويشرطوا صوالح، وراو لي تاع الصح كاسكو سافي دار كلمه لهنا، قالوا لي لهنا هذه ما كانش عندنا، انت جبنك من البلاد. شبعوني معاير لواحد الدرجه وين ديفو والله العظيم غير نبدا نبكي، نقول حرام عليكم وهما كيشوفوا هكاك نبكي، خلاص عرفوا بلي نقطه ضعفي، زادوا البنات زادوا للطرف. هذه مره وين انا لا فيريتي بداوني اعراض الحمل، وما نكذبش عليكم انا ما كنتش فايقه. شوفوا تقولوا لي دوكا قبل راجلك وينو كيصراو كامل هاد الامور، ما نكذبش عليكم كيكون في الدار يدافع عليا، كيكون في الدار دائما ينوض عليا، ولكن من ناحيه اخرى ما يقدرش يروح، لانه علاش راجلي هو اللي معيشهم تما في الدار، هو اللي يقضي، هو السيد، ما بسي شيخي يعني مازالو صغير ولكن والو، ويقدروا هما يخدموا اي عفسه. وديجا انا قلت لهم كيما انا كي كنت في البلاد كنت نطيب الكسره وكامل، وانتم هنا راني نشوف بلي يضلوا يشروا، علاش ما طيبوش ونبيعوا؟ قالوا لي ايه فكره مليحه انت
صيبي تبيعي وتجيبي لنا. ها البنات ندمت عمرك نطقت بهذيك الكلمة. يا ربي واش درت في حياتي انا كي قلت لهم الله لا يوصلكم وانا ما رانيش بونيشة. هذيك يعني كيف الجادورة الكبيرة هذيك شدتني من شعري، لوزتني في الارض وجابتني ضربت راسي في الحيط وجابتني في الارض. يا خوتي نحلف لكم بالله ماشي طفلة، نحلف لكم بالله انها غولة لا اله الا محمد رسول الله. انا خلاص البروبليم ونكي طيحت لك في الارض ووليت كامل دمومات. وين تخلعت جماعه تخلعت وهي قاعده تشوف فيا على حبسات راهي تضربني بالكفوف. انا ما فهمت فيها والو. فجاه عيط واحد العيطه الرب اللي خلقني نموت. تخلعت جماعه اللبسه تاعي ولات كامل دم لتحت. راكم فاهميني يعني راكم فاهمين واش نزيد لكم اكثر يعني. يما العزيزه حاجه على بالكم قلبي قريب خرج. وهنا حسيت وفقت بلي هذوك يعني الدوخه اللي كانت تجيني والتعب، وثاني نكون قاعده ظهري يوجعني بزاف. شي كان من اثار الحمل. ايوه هي بالذات العفسه اللي تخوف كتر باش تشوفوا هاد الانسانه اللي ما تربح ما يطلع عليها. تخيلوا كو بعد ما جاني راجلي وكامل قالوا لها دخت وحدها ثم في الكوزينه. هنا راجلي طبعا ما امنهمش. عرفت خيب يا خواتاتو كيفاش يعرفهم مليح. عند هذيك زينوبه هذيك مدلها كف جبهها في الارض وهي طبعا كيما مداري. ايماجينتو هذه المره خرجت لبرا قاعده تبوق وتعيط تقول لهم ضربني حقرني وهبا وهما. هذيك المزوج هبا وهما بيسك فريمون كارثه. بعدها راجلي رفدني داني هكاك لوبيطال وانا كنت قاعده نموت. هو ايماجيني في الطريق هكا كي شافني هكا كنت فريمون فاقده الوعي. قاعد غير ينوض فيا فجاه ولا يبكي. قال لي سمحي لي نوضي كامل بسبتي وكامل لا فيريتي. مسكين هو بكى ثما. وين انا شديت له قلت له ما تخافش راني نايضه ما تخافش. وكي وصلنا هكا لي زورجونس ودخلنا وكامل هنا الصاعقه الكبرى. قالت لنا طبيبه بلي كنتي في يعني السمن تاعك الوالا تاع الحمل وللاسف خسرت الجنين. نقدر نقول لكم اصعب حاجه عشتها في حياتي فريمون بمعنى الكلمه. هنا على بالكم واش دعيت في هذيك اللحظه، واش دعيت عليهم، واش دعيت على عمتي، واش دعيت على اللي وصلوا لهاد الحاله. بوفي با ايماجيني. توجعت واحد الوجيعه ماشي نورمال. قعدت تما في لوبيطال ما يقارب سمانه لانه حالتي ما كنتش كامل مليحه. كنت دقيقه تجي الانفيرميير هذيك تشوفني. الانفيرميير اللي كانت تخدم ثما سورتو وحده هكاك اللي بصاع عليا طبيب وكانت تقعد تقول لي صافا ما تخافيش لانه نفسيا ضريت اكثر من جسديا. فهمتوني كيفاش؟ ومادام الصحه النفسيه ما تكونش مليحه يدري يعني واش راح تكون من الصحه الجسديه. من بعدها خرجت ولكن لوجهها مشيت تما للدار لانه الحمد لله راجلي هكاك يعني خلى كلش وراح كرالي دار وحدنا ابارتمون وين داني وين رحت قعدت تما. نقول لكم اللهم لك الحمد والشكر. فريمون ماشي برك استرحت، فريمون رجعت لي الطاقه. في الاول ما نكذبش عليكم صعبت بزاف عليا ما قدرتش، ولكن مع الوقت الحمد لله. وسورتو هو كان حنين معايا قاعد معايا يقول لي ما تخافيش راني معاك. ومع الوقت صافا الحمد لله ريكوبيريت صحتي ومن دار وجديد قدرت انه نعاود نحمل. وهذه هي القصه تاعنا اليوم. ادعوا لي ان شاء الله لانه راني حامله دوكا بالولد رقم 4 ما شاء الله تبارك الرحمن. راح ندير المنتخب الوطني. ضحكتني بهادشي ميرسي تينا. المهم العبره من القصه تاعي علاش حكيتها وقلت الحيوته مع انه على بالي بلي الصغرونات اللي راهم يتفرجوا فيا وكامل ردي بالك تسمعي الكلام والكلمات تاع بنادم ولا تاع كش واحد او حياته ضايعه وتسمحي عاد نصائح تاعو ولا عفسه هكا. ديري قيمه لحياتك، ديري قيمه لعمرك، روحي قراي وصلي قرايتك. كيما دوكا انا راني عندي بناتي من السبع المستحيلات ما تكونش وحده منهم باذن الله تعالى ما تخرجش بالدكتوره ولا عفسه هكا. اجباري خصها تقرا واجباري نطلع لها المورال لانه فريمو هذيك عمتي اللي ارمت لي على راسي فينالمو جبدت روحها نهائيا. ولا فامي تاعي في وقت الضيق ما لقيتهمش صراحه. الحقيقه ما رانيش نكذب وما رانيش نمثل. فامي تاع جوزتي وكامل قطعت العلاقه بهم نهائيا وللعلم دوكا عايشه وحدي متهنيه وكامل وقدرت ندير صوالح شابين في حياتي وراني نربي في ولادي. وهذه هي العفسه اللي حبيت انه نوصلها لكم. ان شاء الله تكون حيوته حكتها بيان ان شاء الله تينا. هذه هي ان شاء الله تكون نالت اعجابكم انتم ثاني اعزائي المشاهدين والى الملتقى ان شاء الله. نحبكم بزاف.